البيئه بتاعتك. قلنا ان دايما بيئتك اقوى منك. يعني انت لو سايب البيئه بتاعتك على وضع ما يساعدكش تحقق اهدافك، مهما حاولت بيحصل ايه؟ مش هتعرف تحقق اهدافك. دي برضو حقيقة فعلا. لو انت البيئه بتاعتك ما اتظبطتش او ما ظبطتهاش وعدلتها بشكل يخدمك ان انت تطبق اللي اتعلمته، مش هتطبق اللي انت اتعلمته. يبقى اول مرحله ايه؟ البيئه. البيئة. لو ما عدتش من البيئه ما تطبقش. وده خلي بالك ده اول مرحله. يعني ايه لسه؟ الليفل الاولاني اسهل حاجه. كام واحد بقى عطلان عند المرحله دي يقول لك انا ما بطبقش ليه؟ كام واحد بيئته مش مظبوطه، سواء بيئه العمل، المكان اللي بيشتغل فيه، ولا الناس اللي حواليه. فانت كتير. محتاج تكون بيئتك رايقه وبتحفزك على مم. الشغل مم. وعلى الانتاجيه وعلى التعلم. تمام. ومحتاج بيئه من الناس حواليك خاليه من السلبيه والسلبيين. ادي اول ايه؟ ادي اول منطقه. ناس كتير جدا عطلانه عند المنطقه دي لحد دلوقتي. تمام. مم. طيب عدينا من البيئه يا سيدي.